الناس هتسرق يعني حرام. يعني ما هي بتخلص في يوم، ما فيش 5 ايام وبتخلص. الناس هتجيب منين عشان الحاجه الغاليه دي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. اعملوا الدعم، اعملوا الدعم عشان الناس غلابه معهاش فلوس كتير. ان هم لغوا شريحه من الدعم، والكهرباء غاليه، يبقى هيغلوا فيها اكتر من زياده من ايه؟ الشعب كله في زياده، الناس مطحونه على حول الله، يعني كهرباء واكل وشرب ومواصلات. حرام اللي بيحصل ده في مصر، حرام. يعني يتقوا الله بس مش اكتر، واللي مش قادر يقعد مكانه يقوم يقعد اللي يستحق بالمكان. احنا مش عارفين الشريحه بتدفع ازاي ولا ارتفاعها ازاي ولا بتاع كلام من ده. انتوا ما بتبصوش، قاعدين تقولوا محدود الدخل محدود الدخل. ده كفايه ان الناس بتسيب الشقق احيانا من غير استهلاك كهرباء، وما بتستهلكش وبتسترشد في الاستهلاك. ما بيجوش بتوع العدادات يعملوا كشف ولا اي حاجه، والاسعار تبقى اغلى من الاول زي ما هي. الناس مستحمله دلوقتي اي حاجه، هنستحمل لسه تاني ارتفاع كهرباء؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن، حرام يعني. يعني الناس مش عارفه، مش ماشيه، مفيش شغل، مفيش اكل، مفيش فلوس. اولا ده تصريح، يعني ما يقولوش وزير، وانا احترامي له اللي هو راجل دكتور وكنا بنأيده، بس هو لما يقول مش عارف اغلي الكهرباء او يغلي الكهرباء لا يستمر لا يمشي، لا انا اقول له واحد من الناس المطحونه في الشارع، لا اتفضل سيادتك امشي وكفايه يعني اللي احنا فيه ده. والله كلهم فاشلين، كله فاشل. وزير الكهرباء ووزير الميه كل وزراء فاشله، مفيش حد بيعمل حاجه للناس نافعه. كل حد دلوقتي يقول لك احنا الدعم ومش الدعم، كله فاشل، مفيش حد مسؤول النهارده. ربنا سبحانه وتعالى هو المسؤول عننا وهو اللي يتصرف فينا والله. بتاعه كله صبر، وتقريبا هو بيحب ام كلثوم، وام كلثوم حتى قالت له للصبر حدود، متى يصبر؟ الشعب بقاله 30 سنة، مرة واحد يقول له اصبر، مرة واحد يقول له شد الحزام، مرة واحد يعني مش عارفين، بدون برنامج بدون خطة. شعب متهالك، شعب غول الأسعار قد أهلكوا الوضع. ما فيش برنامج، ما فيش خطة، ما فيش حتى فتح مصانع، ما فيش فتح يعني حاجة جديدة للشباب. اللي احنا وصلنا 25% من الشباب عاطل بالوراثة، ما فيش حتى حاجة إنتاجية. حدث ولا حرج، تصفية 1.5 مليون، وليس من حديثنا وليس من قولنا، بل جريدة اللي هي موالية للنظام جريدة الفجر قالت هناك تسريح 1.5 مليون مواطن، هناك ثورة قادمة لا محالة، ثورة يعني مستمرة نتيجة الوضع المتفشي، نتيجة الوضع البائس، نتيجة الوضع الاقتصادي الذي دمر كل جيوب المصريين وحتى تاريخه. أنا شايف أن المصريين طاف بيهم الكيل، أنا شايف المصريين جيوبهم خاوية على عروشها. النتيجة متفشية، النتيجة ليس لها إثبات ولا محل إعراب، من اقتصاد مرتفع، من اقتصاد منهار، من اقتصاد لا يدل على برنامج أو خطة، من حكومة فاشية، حكومة ليس لها وعي بما هو في حراك سياسي أو من ناحية المواطن المصري. أنا مش شايفة أي حاجة، أنا مش عارفة أكل ولاد أصلا، أنا وغيري وكل الناس. يمكن أنت مش متجوز فمش عارف اللي وراك إيه، مش عارف يعني إيه ولادك ياخدوا لقمة حاف ويقطعوها على 4 وأنت قاعد ساكت وباب مقفول عليكم، صح؟ وناس تانيين أنت عارفهم في مواقع كويسة جدا 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 وقرايب ليك، عايشين عيشة مستريحة جدا فوق المستريح. للاسف محدش شايف، لان الكل عايز يعيش، مش قادر يسرق ومش قادر يمد ايده ومش قادر يشحت. بس انا النهارده عايزه انزل، عايزه اقول انا تعبانه، انا تعبانه، انا وملايين من الناس، ومن حقي اعلم ولادي تعليم محترم، وبالخصوص ان ولادي متفوقين. وصلنا احنا فكرنا نشتري كيلو لحمه من السيده عائشه مره من الجيش، صدقني والله العظيم اقسم بالله ما كان لحمه. في غش وفي ظلم ومفيش عداله اجتماعيه. كل الاسعار مفيش حاجه ثابته، وكل اللي طالع في اشاعات ان التجار جشعين. التجار جشعين، معذره يا اخوانا قلة ادب. فين الرقابه الاداريه اللي مسكها ابنه؟ فين الرقابه الاداريه اللي تراقب الراجل ده الحرامي النصاب ده؟ فين الاسعار المحلات اللي كل واحد بيبيع على كيف؟ يا اخوانا خلينا نتكلم جد، انا مش ضد حد ولا مع حد، انا مع الست دي ومع الست دي ومع الراجل ده ومع الغني ومع الفقير.
انا مش مع حد وضد حد، انا راجل عايز اعيش حر، انا بشتغل بحالي والله، انا ما ليا بطاقه تموين ولا طلعت لي بطاقه تموين ولا بتعامل مع الحكومه، وخرجت تجاره انجلش على فكره وما توظفتش وشغال مبيض محار وراضي، ما باخدش حاجه من الدوله خالص، مش مستفد لا بطاقه تموين ولا اي حاجه. انما الناس دي صحتها عجباك؟ الاسماك الفاسده اللي بتتباع عجباك؟ اللحوم الفاسده اللي بتتباع عجباك؟ احنا عايزين حد يمسك الناس يخاف عليه. الخيار ده كان ب 80 قرش، دلوقتي بكام؟ اقل حاجه اقل واحد بنبيع الراجل ده كان ب 80 قرش، البرتقال كان ب 80 قرش ب 4 جنيه البلدي. لا ماليش دعوه، الطماطم يا اخوانا اصل ده عروه بتنزل وبتطلع، ده برضه عرض وطلب. انما كلمني في الدواء، الدواء رايح فين؟ كلمني في كتب المدارس اللي مش عارفين يتعلموا، كلمني في الصحه. انا عايز اتعالج، انت تقدر تتعالج في مستشفى حكومي وادوك يعني شريط برشام تتعالج بنفسك او خيط بجرحك؟ مش ممكن. الناس بتقتل بعضيها وتاخد مخدرات وتباع في الشوارع علنا، مين اللي يراقب ده؟ خرابها منه لله منه لله جوعنا خرابها ادي تجار سوق الجمله قاعدين اهم بيلعبوا كوره، مش في بيع ولا شراء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. امين يا رب العالمين. جوعنا بالكاد الواطي. منه لله الظالم. المعلمين قاعده مش لاقيه شغل ايه؟ طبعا علينا احنا جينا امبارح وروحنا من غير ولا ساق لعيالنا، والنهارده جايين ومروحين من غير ولا ساق لعيالنا. ناكل احنا من انت جيت ابوك ولا جيت حاجه نبص على نفس من عيب. الناس قاعده هنا احكي الناس قاعده اللي مطلقه ويعدوا استاذ الناس مش لاقيه يعني احنا بنعدام من الناس من غاله ومن ولا من ابو سيف ولا زاد علينا. ارحموا الناس يا اخي، ارحموا الناس. كان عندها طفل شايف تحت الطفل، خطأه شايف تحت الطفل. لم يصل الله يصل. وانت في مخه بقى من كله، على تلت غرفه، على الثلاث بتاعنا بقى من كله، على زمان 5 سنين يطلعنا ويلعب. الارض دي منها 500 مليون النهارده، 600 مليون. خرابها منه لله منه لله جوعنا خرابها احنا انتخبناك ووصلناك لكرسي الرئاسة، والاسعار كلها وغلاء فاحش. اللي نازله ب 100 جنيه مش مكفيه بيتها، وهو جوزها اصلا شغال ب 700 جنيه. هي هتجيب ايه؟ هتجيب كيلو بطاطس ولا كيلو خيار ولا كيلو كوسه ولا ايه؟ الليمون نفسه وصل 30 جنيه. هو ايه يا بلد في ايه؟ احنا انتخبناك عشان الحاجات ترخص مش الحاجات تغلى. الراجل لا ما بكذبش والله، طبق الفول وصل 7 جنيه يا سيادة الريس، أكلة الغلابة وصلت 7 جنيه. أنا من الساعة 6 قاعد على فرش عامل 14 جنيه، والجنيه بينطح جنيه. يرضي ربنا ولا يرضي مين؟ احنا عايزين الأسعار تنزل، عمالين طول الأسعار هتنزل والدولار. احنا مالنا ومال الدولار؟ احنا آخرنا نشتري الخيار. دولار ايه يا سيادة الريس؟ احنا شعب فقير. يعني معايا ناس هنا يحلفوا بالله ما شافوا الدولار مدى حياتهم. احنا مالنا ومال الدولار؟ احنا الجنيه اهو، احنا اخرنا الجنيه دي اللي شفناه، ولا شفنا دولار ولا شفنا اي حاجه. يقول لك الدولار ب20 جنيه، هو احنا مالنا ومال الدولار؟ طالب من الحكومه بقى انها تخفض الاسعار على الناس كلها، عشان الناس كلها بقت فعلا مضجه من الاسعار الغاليه دي، وبتشغيل الشباب اللي مش لاقي حاجه يشتغلها، العاطل ده دلوقتي. والحكومه تشتغل، الحكومه الجديده دي عايزينها تشتغل، تنزل للناس الشارع تشوف مطالبها ايه ومصالحها ايه. والاسعار الغاليه، النار احنا في قلب السوق اهو، اسعار نار مولعه نار.
فين الرقابه؟ الرقابه الاداريه بتنزل تشوف السوق ليه؟ وتشوف الناس اللي بتساوي بتبيع وتشتري دي. هو دي كل طلباتنا تشغيل الشباب وتوظيف الشباب بس. الطماطم والبطاطس كل حاجه غاليه، والزيت ب 17 جنيه. احنا عايزين حد يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه ده. ارجوكم تجيبوا حد يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه ده. بتطالب ايه من عبد الفتاح السيسي؟ بطالب ايه؟ بطالب كل واحد مختص يا ريت ينزل ويعمل رقابه على كل سوق علشان خاطر الغلا اللي احنا فيه. احنا خلاص المدام بتتكلم. المدام بتتكلم. عيالنا تشتغل واحنا نلاقي لقمه يا ابني عيش ناكل بحلال، بدل ما عيالنا تسرق ونتشرد. احنا عاوزين الجنين اللي بنجيبه ده اهو ناكل بالحلال، واحنا عاوزين نمشي زي الناس. لقمه العيش صعبه يا ابني، كل حاجه غاليه، كل حاجه طايره. احنا هنلحق على ولا ايه؟ كيلو الفراخ يا ابني ب 30 جنيه، هنروح فين ونجي منين؟ اللحمه 120. انا عارفين ناكل عيالنا ينفع؟